يمكن تفكر باللي أخطر سلاح في العالم اليوم هو سلاح الردع النووي، لكن لا صديقي شيقني، راك غلط. السلاح اللي كيتخدم دابا بشكل يومي وتأثيره يقدر يمسح دول بالكامل من خريطة العالم هو الهجوم السيبراني، وكيف ما كنعرفوه بمفهوم اليوم جاكير. وهاكرز اليوم هما أخطر الناس كاينين فوق الكرة الأرضية. تقدر تستغرب إلا قلتلك بلي دول بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تقدر تفاوض وتطلب رضاهم غير باش يحبسوا الهجوم وما يهجموش من الأساس. باش تعرف حجم القوة اللي وصلوا ليه اليوم، نعاود لك قصة طرات هذه 10 سنين. البطل ديال هاد الدري عنده 15 عام، قدر يخترق أقوى جهاز مخابرات في العالم CIA. وماشي غير هادشي، طلب منهم فدية قيمتها 5 مليون دولار غير باش ما يسربش المعلومات اللي وصل ليها. اليوم غنعاود لك قصة أشهر هاكر في التاريخ، هاد الدري اللي دوخ العالم وقدر يغير أنظمة وقوانين بالمعنى الحرفي. في عام 1955 وبالضبط في معهد ماساتشوستس التكنولوجيا الأمريكي طرات أول عملية اختراق. العملية كانت بسيطة ودارت بإشراف المركز، والهدف كان هو السيستم الداخلي للمركز. كان الهدف من هذه التجربة هو قياس مدى الاختراق ومعرفة واش هذا الموضوع ممكن يطرى أصلا ولا لا. يعني بحال فاش كيجربوا لقاحات وأدوية على كائنات كتشبه الإنسان من الناحية الفيزيولوجية. إلا نجح اللقاح فراه كيعتمدوا، وإذا فشل كيتحبس. طبعا عملية التهكير وقتها نجحات، تكررت التجربة بزاف د المرات باش يعرفوا الشكل أو الطريقة اللي كيطرى بها هادشي. ومن بعد نشر المركز دراسة كتهضر على مفهوم الاختراق وباللي خاص دراسة هاد المفهوم بشكل أوسع وأعمق، ولازم تنظيم قوانين كتجرب التعاطي فيه، وفي نفس الوقت يكون كاين شكل قانوني للعمل فيه. بالفعل على مدار السنين تطور هذا المفهوم وصار شائع ومعروف عالمي. وأول ما غنحط لك صورة شخص مغطي راسو أولا لابس قناع وجالس قدام الطاسة ديالو، أول فكرة غتجيك في البال هي هاد الشخص هاكر. طبعا الهاكرز مصنفين 3 ديال الأنواع في العالم، ضروري تعرفهم باش تفهم فين غاديين وعلاش هما أقوى سلاح. النوع الأول القبعات البيضاء، هما هاكرز قانونيين كيخدموا مع الأنظمة والحكومات. يعني اليوم بحال كيف كل دولة عندها جيش فيه عساكر ودبابات وصواريخ، كل دولة عندها جيش إلكتروني. المهمة ديالو يدير حماية إلكترونية للملفات والأنظمة، وهذه كيسميوها الجدران النارية، الفايروال. ومن المهام ديالهم حتى هما يهاجموا أي عدو. وأكيد سمعتوا على الهجمات اللي ديما كطرا بين أمريكان وروسيا. الجيش الروسي كيهجم على الأنظمة الأمريكية والعكس. معروف عالميا باللي روسيا، باكستان، الصين والهند عندهم أقوى جيوش إلكترونية وسمعتهم غير شريفة، باش كيهجموا على الأمريكان وحلفائها. والمبرمجين اللي كيخدموا في الجيش الإلكتروني الصيني والروسي والباكستاني هما خارج تصنيف القبعات البيضاء. يعني إلا مشاو صديقي لأوروبا والأمريكان غيتقبض عليهم كمجرمين. القبعات البيضاء كيخدموا بتوجيهات حكوماتهم، يعني ماشي بالضرورة يكونوا ناس نضاف. مثلا الجيش الإلكتروني ديال الكيان دار بزاف ديال عمليات الابتزاز لشخصيات مشهورة بحال جيف بيزوس، إيلون ماسك، وعندهم محاولات اختراق لكاع أنظمة العالم بلا مبالغة. عالميا كيتعتبر أقدر جيش إلكتروني هو ديال الكيان. ومع ذلك أمريكا وأوروبا كيصنفوهم قبعات بيضاء. إذا هاد التصنيف ديال الأمريكان ماشي ديما كيكون دقيق. هاد الناس رواتبهم تقدر تفوت رواتب ديال رؤساء دول، وكيتعتبروا كنز بالمعنى الحرفي. أما النوع الثاني يا صديقي فكيتسمى بالقبعات الرمادي. هاد النوع هما هاكرز طيبين، ما كينتميو لحتى شي تنظيم، ما عندهم حتى شي اتجاه سياسي. يقدروا يخترقوا حسابات ويخرجوا بلا ما يديروا والو. كيديروا هادشي غير تدريب، وغالبا كيكونوا فريلانس. مهمتهم يخترقوا المواقع باش يكتشفوا الثغرات ويأمنوها. مثلا بنك جي بي مورغان الأرباح ديالو كتفوت 200 مليار سنويا. السيستم ديالهم كيتعرض ل600,000 محاولة اختراق يوميا. إلا وصل الهاكر لثغرة صغيرة يقدر يدخل السيستم ويعدل اللي بغا. الهجمات الخطيرة كيديروها مجموعات كبيرة ما بين 1000 و2000 شخص،
باش يركبوا الجدار الناري. إلا تخترق بنك بحال هذا، الكرة الأرضية غتفلس حرفيا، تبيع الأرصدة غتولي مجرد ورق بلا قيمة. باش يتفاداو هادشي، البنوك كتعاقد مع شركات أمن، وحتى الشركات العملاقة بحال ميتا ومايكروسوفت كيعطيو جوائز 100,000 دولارات لأي مبرمج لقى ثغرة في السيستم. سنة 2013 المهندس الفلسطيني خليل شريشة لقى ثغرة في فيسبوك، ولكن ما عطاوه والو. داكشي علاش خليك من هاد الهضرة صديقي، وركز في خدمتك ولا قرايتك بلا ما تلبس قناع وتولي هاكر. دابا غادي ندوزو للنوع الثالث اللي كيتسمى القبعات السوداء، وهما المحور ديال هاد الفيديو. خدمتهم الوحيدة هي اختراق وتعطيل الدول، بحال الهجوم اللي عطل الخط أنابيب كولونيل الأمريكي اللي كينتج 1.5 مليون برميل يوميا. 18 ولاية أمريكية تحرمت من ليسونس والمازوت، كلشي وقف. أمريكان اتهمت روسيا، والهاكرز طلبوا فدية ديال 30 مليون دولار. الأمريكان كان قدامها جوج خيارات: خلص الفدية وهادشي غيشجع العصابات يهجموا عليها، أو تصلح السيستم، وهادشي غادي ياخد 40 يوم ديال الخدمة، وغادي يبقى كلشي حابس. في الأخير صلحوا السيستم في 21 يوم، والعملية كلفتهم 75 مليون دولار. فضلوا يخسروا أكثر باش ما يوليوش هدف سهل للتنظيمات الإلكترونية. هاد الهضرة كاملة كانت غير مقدمة لعراب القبعات السوداء، الطفل اللي تربى على عرش التهكير من سنة 1955. هاد الدري مصنف كصاحب أكبر عملية تهكير في تاريخ الولايات المتحدة. نرجعوا للبداية في سنة 2008، وبالضبط لعبة كونتر سترايك. هاد اللعبة كانت ثورة، وكاع الدراري الجيل ديالي كيعرفوها. اللعبة كان فيها كونسول كيتفتح، تقدر تدخل فيه أكواد باش تزيد فلوس أو سلاح. القصة ديالنا بدات من هذا المكان، ولاية فيرجينيا الأمريكية. كان تما واحد الطفل عنده 8 سنين، لحد اليوم حتى واحد ما كيعرف السمية الحقيقية ديالو، ولكن كان معروف بلقب ديفولت. هاد الدري كان عنده هوس بالكمبيوتر وباللعب، وكان مهندس برمجيات وخدام في قطاع التكنولوجيا الحكومي، وهو اللي خلاه يعشق البرمجة ملي كانت عنده 7 سنين. ديفولت كان نابغة لدرجة أنه هو اللي اختار واحد الكلمة مشهورة في السيرفرات سميتها البينج باش يعرف سرعة الاستجابة. تطور ديفولت وبدا كيدير حاجات كبر من سنه، كان كيدخل شبكة الويفي الجيران، ومن ثم كيدخل الأجهزة ديالهم، وكان كيدخل حتى البثيات ديال الدراري اللي كيلعبوا معاه. داك الوقت كانت واحد العصابة سميتها أنونيموس، كانت مخوفة العالم، كيهكروا التلفازات والمطارات حتى الشركات. ديفولت ما قدرش يوصل ليهم بحكم انه كان في البداية، وبدا كيخدم بوحدو. تعلم التشفير وبرمج أنظمة حماية قوية للكمبيوتر ديالو باش شي واحد ما يعرف يوصل ليه. من بعد شارك في واحد الهجوم دارتو واحد المجموعة سميتها أنونسيك، وعرضوا عليه ينضم ليهم. علموه كيفاش يخدم بالأقمار الصناعية باش يستحيل شي حد يوصل ليه، وقدر يدخل مجال البيتكوين وجمع 1000 حبة. كان المشروع الأساسي ديالهم هو التعدين، كيهكروا آلاف الأجهزة وكيخدموها باش يديروا تعدين العملات الرقمية. المرة وهو كيقلب في الأجهزة اللي مهكر، لقى حساب تابع لكلية الطب في جامعة كندية. شاف باللي كاين 400 طالب كتسالهم الجامعة مبالغ ما بين 20 و 70 ألف دولار كل واحد فيهم. قرر يدير الخير ومسح كاع دوك الديون اللي كانت واصلة ل 9 مليون و 400 ألف دولار. في سنة 2014 حكومة الدنمارك طلعت واحد القانون سيء كيسمح بزواج البشر من الحيوانات. مجموعة أنونسيك تعصبات وداروا أشرس هجمة سيبرانية شلات حركة الدولة بالكامل، وهكروا المواقع الرسمية، حطوا رسالة كتطالب بإلغاء القانون، وبالفعل لغاوه واعتذروا للعالم كامل. العقل المدبر لهادشي كامل كان هو ديفولت، كان عمره 14 سنة. وفي 2013 المخابرات الأمريكية CIA قررت تجسس على أي مواطن أمريكي. ديفولت وصاحبه كراكا اللي كان بريطاني قرروا ينتقموا. كراكا كان كيكره سياسة الأمريكان وكان متعاطف مع القضية الفلسطينية. هاد جوج العباقرة تلاقاو في هونغ كونغ باش يخططوا كيفاش يضربوا CIA، من الموظف الصغير حتى مدير المخابرات. العملية كانت بسيطة، غير بحث في جوجل وصلوا للإيميل ديال نائب رئيس CIA، داروا بحال نساو كلمة المرور وبداو كيجربوا في الأرض حتى نجحوا باش يدخلوا.
باللي دخلوا شافوا كاع البيانات السرية وسربوا المعلومات على حرب العراق وأفغانستان وسجون غوانتانا، ووصلوا حتى لدرجة أن مدير المخابرات شخصيا عيط ليهم سولهم شحال بغاو باش يحبسوا هاد المسخرة. قالوا لي 5 تريليون دولار وقطعوا عليه. أمريكان تخلعت لدرجة أنها فصلت نظام الدفاع النووي خوفا من أن الهاكرز يتحكموا فيه، ولكن النهاية كانت بحال شي فيلم. ديفولت واحد النهار كان سكران مع واحد صاحبو، بداش يعاود ليه كاع التفاصيل ديال الهجمة وهو كيضحك. داك صاحبو غدر بيه وبلغ عليه. في 2015 شدو ديفولت وكراكا، بما أنهم كانوا قاصرين، كانت عندهم 15 سنة، حكموا عليهم غير ب5 سنوات سجن وغرامة ديال 145 ألف دولار. CIA خضات ليه الهارد درايف اللي كان فيه 1000 بيتكوين مباوش يرجعوه ليه. اليوم كيقولوا باللي تم التجنيد ديالو لصالح الحكومة الأمريكية حيت كيتعتبر كنز. وحتى تصاور اللي غادي تلقى منشورة في الانترنت كلها مزورة. لهنا صديقي سالات القصة ديالنا، تسناونا في قصة جديدة.